نوقفوا عقليه انه نستناو في الاصلاح يجي من القمه. انا نشوفوا فيها القمه هذه قمه خاربه، دونك ما نتصوروش باش يجي منها حتى اصلاح. دونك لازمنا نمشيو توا للمواطن ونقولوا له يا مواطن راهو الاصلاح راهو يجي كان منك انت، يا مواطن راهو مش مفعول بيك، لازم انت تكون الفاعل. يا مواطن راهي البلدان اللي نهضت راهي شعوبها اللي نهضت، تماش نهضه راهو تستنى في سياسي ولا في نائب باش يخليك تعمل نهضه نتاع الدوله. المواطنين هما اللي لازم يعملوها النهضه هذه. دونك لا النهضه لا رينيسانس مش النهضه نتاع الحزب، النهضه والتقدم الرقي. دونك احنا نؤمنوا انه هذايا الكل ما نجم يجي كان من المواطنين هما القادرين. المواطن مادام احنا نحكيو معاه بلغه راك انت ضحيه وراك انت مفعول بيك، راه ما عندناش باش نوصلوا حتى النتيجه، مش صحيح. المواطن هو اللي يختار باش يكون مفعول به. تو اذا نحبوا نقدموا نبنوا حاجه، المواطن لازم يكون واعي انه اذا كان ثم حاجه معناها مش ماشيه في البلاد راه هو جزء منها، مش هو مفعول به، وكان ثم حاجه باش تصلح راه به هو، ولا يغير له بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا ثم الوجوه العقليه هذه ونحاولوا ندزوا باش الدنيا ترجع لعقليه العمل. راهو بلاد تونس راهي بلادنا واقفه، راهي بلاد ماهيش قاعده تخدم، راهي بلاد ماهيش قاعده تنتج. راهو كما قلت لك ما فماش حتى تجربه في العالم اني فما دوله نجحت باش تحقق تقدم اقتصادي واجتماعي والتنميه بالاعتصامات والاضرابات. البلدان الكل اللي نجحت واللي قدمت هي البلدان اللي خدمت على روحهم، البلدان اللي شعوبها خدمت على روحهم، البلدان اللي كانت موجوده فيهم عقليه العمل. احنا في تونس بتفشي عقليه غياب العمل على كل المستويات، راهو نحكيو في الاداره في غير الاداره، فما العقليه وقيمه العمل وقيمه الناس اللي تخدم ولات مفقوده. بهذه راه ما نجموش نوصلوا بها حتى النتيجه كما معناها في الوضع اللي احنا فيه. احنا نعتقدوا انه الفتره هذه باش تكون فتره مفصليه، على خاطر كما يقولوا وقفه الزنقه بالهرب. عندنا زوج خيارات على المستوى القريب باش نحكوا على الاجيال. احنا توا في محظه مفصليه في تاريخ البلاد، في وضع البلاد. معناها مشينا في عقليه، مشينا في سلوكيات. كل مره قعدنا معناها نرقعوا وصلنا المرحله ما عادش ما يترقح. عندنا زوج حلول، يا اما باش نخدم نشمروا على ذراعاتنا باش ننقذوا البلاد، يا اما البلاد باش تمشي في هاويه. معناها ماناش في مرحله احنا نستناو ولا في فترات اخرى. احنا كي كملنا هكا 3-4 سنين اخرين ما عاد فما حتى شيء. شكون واضحين معناها حسب كل المؤشرات راهو اقتصاديه والارقام واللي موجود في كل شيء في كل المجالات، راهو ما عادش عندنا ما نزيدوا اكثر من هكا. السنه احنا هنا نشوفوا ما عادش خالطين باش قبل ما كيفاش يرقعوهم. فما مشكله برا يمشي ياخذ قروض هكا ولا قروض تراكمت القروض ما عادش يحبوا يعطونا قروض. ولينا احنا على الدوله معناها احنا وصلنا لمرحله ان الدوله مشكوك في قدرتها على خلاص القروض. هاو السنه جابوا حاجه جديده معناها اطبع الفلوس وتضخم اكسترا. معناها العمليه هذه توصلها عامين 3 سنين اخرين معني الانهيار التام للدوله. ما عادش نجموا احنا توا في مرحله يا اما نبدلوا رواحنا، تتبدل الامور تتبدل الدنيا في البلاد بالناس الكل. راه نحكيو احنا تتبدل في نفوذ الشعب وفي السياسه وفي كل شيء من البلاد هذه، ولا راهو ماشيين كما يقولها الحيط. نقولها بكل صراحه عندنا هي الحيط يا هو ما يخفكش معز اللي الكلام هذا يتقال زاد برشا سنوات التالي اللي احنا رانا في لحظه مفصليه واللي احنا راهو استنفذنا عنق الزجاجه واستنفذنا كل الخيارات وكذا، لكن للاسف في كل مره نبتدعوا حلول ترقيعيه اللي باش نخليو هكا الجسم المريض نخليوه يتنفس اصطناعيا. اكزاكتومون احنا الحلول الترقيعيه هذه رقعنا بها 10 سنين، ابتكرنا في ال10 سنين الحلول الترقيعيه الموجوده الكل. تو ما عادش فما راهو حلول. اخر حل ترقيعي توصلوا له نطبعوا الفلوس اللي هو حل باش تكون نتائجه معناها باش نلمسوها معناها بديتكم باش يطبعوا باش يمشيوا فيه باش نوصلوا نشوفوا احنا المواطنين الكل باش يشوفوا النتيجه تاع الحل هذه. ما عادش عندهم يبتدعوا هذاك علاش احنا نقولوا وقفه الزنقه بالهرب. تو ما عادش عندهم ابتداء سيء، ابتداء في الترقيع ما عادش. تو لازمنا نبتدعوا في جد الحلول.